هاي جايز، كيفكم؟ اشتقتولي؟ لا، نسيتوني؟ صراحة حق معكم، لأنه كل مرة برجع وبقلكن رح استمر ورح نزل ورح أعمل، بس هالمرة أنا رجعت بدون أي وعد. كل شي بعرفه إنه رح أعمل كل اللي علي لحتى ضل عم نزل. إذا كانت هاي أول مرة بتشوفوني فيها، فأنا اسمي جودي، عمري 23 سنة، وهذا محتواي الجديد. رح أحطكم قدامي ونقعد نحكي بمواضيع عامة ونتناقش فيها واسمع رأيكم وتسمعوا رأيي، حتى بنحكي على الترندات والمواضيع والأخبار اللي عم تصير على السوشيال ميديا. وبيني وبينكم، واحدة من أسباب رجعتي على اليوتيوب إنه أكتر من مرة بكون بدي آكل ودور على فيديو أحضره وأنا وعم باكل وما بلاقي، قلت في نقص بالمحتوى العربي، جودي لازم ترجع على اليوتيوب. هيني قدامكم. المهم ما رح طول عليكم أكتر، يلا نبلش بموضوع اليوم رح نحكي عن شيرين عبد الوهاب. مين ما بيعرفها لشيرين؟ كلنا بنعرفها لشيرين. بس قبل ما أحكي لكم الموضوع اللي ثاير جدل هالفترة، بدي أعطيكم لمحة عن شيرين. شيرين بلشت بمسيرتها الفنية بعمر كتير صغير، حتى أولى أغانيها كانت يا ليل، ونجحت نجاح باهر. حتى بال2003 فاتت مجال التمثيل، بس نجحت فيه، بس ما ركزت عليه مثل ما ركزت على الغنى. تزوجت شيرين بعمر صغير من الموسيقار مدحت خميس. هلأ قبل الزواج كانت أموره لوز، بس بعد الزواج بلشت طريقته معها تتغير وأسلوبه يتغير. ووقتها حبلت وكانت بالأشهر الأولى، فحست إنه السيطرة تحت الأمور والوضع مش تمام، فراحت سقطت البيبي واتطلقت منه. بال2007 رجعت شيرين، زوجت من واحد اسمه محمد مصطفى، جابت منه بنوتين اللي هن مريم وهنا. وبال2012 يعني بعد 5 سنين زواج طلبت منه الطلاق، لأنه حست إنه في كتير اختلاف بيناتهم، بالذات إنه في فرق 14 سنة بيناتهم. وعلى فكرة حتى بعد الانفصال شيرين بتضل تحكي عن قديه هو أب محترم وقديه كان متقبل لفكرة الانفصال، يعني بتضل تذكره بالخير. المهم بال2018 تزوجت من حسام، وأول 3 سنين زواج كان يا عيني عليه، حب ومعشقة، وبحبني وبحبه ما بعيش بدونه، وتاع حملني من المسرح وبيدلعني قدام الناس. بال2021 بلشت الدراما، وفجأة طلع تسجيل لأبوه لحسام، وأبصر شو طلعت شيرين ونفت ومشاكل وخناق. وفجأة بشهر 12 بسنة 2021 طلعت شيرين وأعلنت انفصالهم. وبعد طلاقهم كان واضح قديش شيرين منهارة، ووقتها كان عندها حفلة بأبو ظبي وطلعت وهي حالقة شعراتها، يعني واضح قديش نفسيتها متدهورة. وطلعت بمقابلات وأنا ما رح أرجع له وخلص، وكان غلطة حياتي، وكان يعنفها لفظيا، وكان يمد إيده عليها، ورفعت عليه قضايا ورفع عليها قضايا حالة. بس الصدمة إنه شيرين تنازلت عن القضايا، بس هو لأ، ورجعوا لبعض. بس المفاجأة إنه شيرين من 3 أسابيع أعلنت رسميا طلاقها من حسام. لا 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 لا. وألف الحمد لله طلقت شيرين من حسام، وطلعت لنا بحفلة راس السنة اللي كانت عن جد فرفحت لي قلبي. كان شكلها بجنن، نازل وزنها، شعراتها حلوين، طاقتها حلوة. حتى واحد من الجمهور طلب غنية هيك كئيبة، وقتها رفضت، قالت لا ما بدي أغاني. مي 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 ناقصين نكد. لا كده نكد واحنا في هابي نيو يير. حسيت عن جد فاينلي رجعت. شيرين ترجع بدون إثارة جدل ومشاكل؟ ما بتقدر حبيبتي، اللي بقلبها على راس لسانها، واي ثينك كلنا بنعرف هذا الشيء عنها. المهم أهلياتنا بالعراق زعلوا شوي كتير من شيرين، لأنه هلأ بلكن ليش. الله يسلمك يا حبيبي. حاسه اني جايه من العراق. اوكي في حدا حكى لها الحمد لله على السلامه، قالت له الله يسلمك، انا حاسه اني جايه من العراق. حبايبي اهل العراق هي ما قصده، بس هي جمله بيحكوها اهل مصر، لانه زمان اهل مصر كانوا يروحوا على العراق لحتى يشتغلوا ويكسبوا لقمه عيشهم، ولما يرجعوا على مصر كان يقول انا جاي من العراق او انا جايه من العراق، يعني كنايه عن انه هن اجوا من بلد اشتغلوا فيها او تعبوا فيها. فهي استخدامها لهالجملة يعني بيجي بمعنى انه هي طالعة من فترة ضغط او تعب، يعني ما قصده شي شخصي، فاهمين؟ يعني حتى بالكومنتات في ناس عراقيين فاهمين هالنقطة، والبعض لا،
فهي أنا فهمتكم. داي 2 امبارح اجتني الناعوسة وما عرفت كمل لكم، يلا نكمل. بليلة راس السنة وخلف الكواليس نجوى كرم وشيرين التقوا وسلموا على بعض، وكان جنبها لشيرين دكتور مصري اسمه تامر سليم أو تامر سليم. ونجوى كرم لما سلمت على شيرين سلمت عليه وطلعت بشيرين وحكت لها ألف مبروك على كل شيء. لك يعطيك ألف عافية يا حبيبة قلبي، ألف 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 مبروك على الجو اللي سمعناه وعلى كل شيء وعلى كل شيء. قصدها لنجوى كرم على كل شيء موضوع إنه هي ولعتها بالمسرح وطلقها. وبلشت هالإشاعات تطلع والناس تقول كرمال هيك نجوى كرم حكت لها ألف مبروك على كل شيء، يمكن قصدها إنه في علاقة حب. طلعت شيرين وقالت يا جماعة أنا لسه بفترة العدة، بس شيرين ما نفت هذا الموضوع. يمكن هي تكون فعلا بعلاقة حب. بس مين هو هذا الدكتور؟ تعالوا أحكي لكم. هذا دكتور نساء مصري اسمه تامر سليم، خلينا على سليم أوكي. المهم كان مرتبط وخاطب لفنانة اسمها مريهان، وكانت مدة خطبتهم 8 شهور، وقبل عرسهم بكم أسبوع انفصلوا، يعني كان عرسهم تقريبا بشهر 2. وفجأة لقوه جنبها لشيرين بحفلة دبي، بحفلة راس السنة. شو الناس صارت تقول؟ انه يعني هو انفصل عن مريهان مشان شيرين، وانه شيرين ما لحقت تطلق، هلا صارت تحب وتتمعشق، وصاروا يطلعوا اشاعات وما بنعرف اذا هي حقيقة يعني، لانه اصلا شيرين ما اعلنت اي شيء غير انه هي اتطلقت وانه هي بفترة العدة. هلا الناس انقسمت لاكثر من راي، في ناس قالت انه لا ما خص شيرين، الدكتور انفصل عن مريهان من قبل ما يوقع بالحب بشيرين، وفي ناس عم بتقول انه لا هو ترك مريهان كرمال شيرين. هلا صراحه لانه شيرين قالت انه يا جماعه انا في فتره العده، هذا الشيء شككني انه ممكن هي فعلا يكون في مشاعر اتجاهه، لانه هي ما قالت ما في هيك شيء، هي نفت الموضوع من ناحيه عده مش من ناحيه علاقه. فبحس انه ممكن والله يكونوا حابين بعض، ما بعرف، بالذات انه كلنا بنعرف انه شيرين شخص جدا عاطفي وبيحب الحب، فانه ما بنعرف. مع انه صراحه انا نفسي تاخذ بريك، لانه صراحه تعبتنا هي والناس اللي بتحبهم. هلا مريهان لما شافت انه انتشر شائعة او خبرية انه خطيبها السابق وشيرين حابين بعض، شو راحت نزلت على الستوري؟ آية قرآنية: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هل هي استغلت هذا الموضوع لحتى تلفت نظر؟ هل هي فعلا عبرت عن مشاعرها بهالآية؟ ما بعرف صراحة، انتو شو رأيكم؟ حتى بيني وبينكم فتت على الانستغرام تبع مريهان وفتت على الكومنتات، جايز الناس واقفين معاها وقفة فظيعة، وكأنه الدكتور فعلا ترك شيرين كرمالها. بس بالنهاية إذا فعلا صار هذا الشيء فهي كشفته على حقيقته وبلا منه يعني صراحة. يعني شوفوا الكومنتات: حبيبتي ربنا يعوضك خير، الأيام القادمة ستثبت لك أنك محظوظة، مش عارفة ازاي سابك وراح لشيرين، هو أعمى ولا مجنون ولا ماله ده؟ يا بنتي فهمينا ازاي خطفت خطيبك بس ربنا سترك وبعدوا عليكي، هو الخسران، ربنا يعوضك حبيبتي. بس ليكو في كومنت هون لفتني صراحة: بطلوا تهيصوا، هي قالت انها كانت فسخت الخطوبة، يعني خلص موضوعه خلص، من حقه يرتبط ومن حق شيرين ترتبط، ما سبهاش وراح خطب، اتقوا الله في أعراض الناس. صراحة رأيي الشخصي إن كان في حب أو لا، فمدام هي مطلقة خليها تخلص فترة العدة وتشوف حياتها. بس فكرة إنه الدكتور ترك مريهان عشان شيرين، صراحة ما بتوقع من شخصية شيرين إنه هي تقبل بهذا الشيء، وإذا هو فعلا عمل هيك فالحمد لله مريهان يعني نفدت من واحد. ما بعرف، قولوا لي انتو شو رأيكم موضوع شيرين؟ هل بتحسوا انه فعلا دكتور ترك مريهان عشان شيرين، ولا انه لا صدفت انه هي اتطلقت وصدفت انه هو انفصل ويمكن هن ضاربين صحبة، يعني ما في اي علاقة حب، يمكن ما بنعرف، لقدام رح نعرف. احكوا لي بالكومنتات انتو شو رأيكم. شيرين بتغير الرجالة كأنها بتغير فورمة شعرها، لسه ما فاقتش من طلاقها من حسام حبيب. بس طريقة إعلان الخبر يعني طريقة جدا 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 يعني مش هيك، ما بحس بحق لهم يحكوا بهالطريقة. تعرفوا خطافة الرجالة إنه
صلوا على النبي. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. اعطوني رأيكم بهذا النوع من الفيديوهات، وشو رأيكم بفيديو اليوم، واعطوني رأيكم بالكومنتات بخصوص شيرين والدكتور تامر ومريهان، حتى اهلنا بالعراق. قولوا لي شو رأيكم بالكومنتات، هل هلا انتم فهمتوا قصدها ولا بعدكم زعلانين منها؟ احكوا لي. بتمنى يكون عجبكم فيديو اليوم، ما تنسوا تضيفوني على الانستغرام، تمام؟ شو كمان؟ بحبكم، يلا باي.